غالبا انت لو سالت اي مصور محترف ايه اكتر حاجه ساهمت في تطوير مستواك هيقول لك ان هي التغذيه البصريه. والغريب ان التغذيه البصريه هتكون نفس الاجابه لما تساله ايه الحاجه اللي انت لغايه دلوقتي مش بتبطل تعملها. وطبعا ده مش من فراغ عزيزي المشاهد. وده بسبب ان التغذيه البصريه طبعا حاجه مهمه جدا في التصوير او في الفن عموما. للاسف يا عزيزي انت بتعملها غلط او ما بتعملهاش اصلا. والله زي ما بقول لك كده، ولكن كالعاده انا عايزك تطمن وتحط في بطنك بطيخه صيف، وباننا في الصيف والدنيا حر، فانت تقدر تعمل كده بكل سهوله، صح ولا ايه؟ يلا بينا نشوف الكلام ده. وازيك يا فنان، اهلا بيك في فيديو جديد مع ابو زيد. وطبعا انا عارف انك بتسال نفسك دلوقتي سؤال مهم جدا، هو في تغذيه بصريه صح وتغذيه بصريه غلط؟ والاجابه للاسف هي في تغذيه بصريه غلط. كون انك تبص على صوره وتعجبك وتنبهر بيها وتقعد تقول يا الله، ده يا حبيبي مش تغذيه بصريه، ده نفس الاعجاب والرياكشن اللي بيحصل لك لما الكراش تعدي من قدامك، لكن طبعا مش اسمه تغذيه بصريه عشان نكون متفقين يعني. والا بقى كان كل الناس حتى اصلا اللي ما لهمش في التصوير خالص بقوا كل ما يتفرجوا على صوره تعجبهم فبقوا مصورين محترفين، صح ولا ايه؟ فالشيء الاكيد ان مش ده اللي المفروض تعمله كمصور فنان. وطبعا بقول مصور فنان مش بقول كاميرا اونر، عشان في ناس كتير قوي ممكن يبقى كاميرا اونر بس مش كل الناس مصور فنان. المصور الفنان بيبقى ليه عين مختلفه خالص عن بقيه البشر العاديين، مش بيشوف الصوره زي ما بقيه البشر بتشوفها. هم شخصيا بس بيقدروا يشوفوا المناظر والمشاهد والصور بعين مختلفه خالص عن عين البشر العاديين، الا وهما المصور الفنان والمهندس. يعني مهندس فبما انك انت هنا فانت اكيد مصور فنان، فبما انك مصور فنان فبالتالي لازم لما تيجي تشوف صوره وعايز تعمل تغذيه بصريه تسال نفسك شويه اسئله، هم دول اللي هيحققوا لك التغذيه البصريه. اول سؤال واهم سؤال واللي هيفتح لك اجابه الاسئله اللي بعد كده هو ان ليه الصوره دي بقت حلوه اصلا، وليه الصوره دي شدت عينيا؟ لان الموضوع ما ينفعش يكون من فراغ، هي عوامل كتير قوي اتجمعت في الصوره عشان تخلي الصوره حلوه بالنسبه لك والصوره تعجب بيك. وتبدا تجيب الصوره وتجيب ورقه وقلم، وفي الحر ده تستبدل كوبايه الشاي بكوبايه العصير وتكتب ورايا. هتقسم الورقه لثلاث اجزاء، هما الفكره والاضاءه والتكوين، وهتبدا تحلل الصوره تحليل منطقي بحيث انك تعرف ان المصور ده ليه استخدم الفكره بالشكل الفلاني ده، او ايه الفكره والغرض من الصوره، وبالتالي هتعرف هو ليه المصور ده جاب الاضاءه من الاتجاه ده. واكيد طبعا انت كمصور فنان هتعرف تحدد كام مصدر موجود في الصوره واتجاهاتهم منين، والموضوع بسيط يعني مش حوار. ويا سلام بقى لو انت تتبنى منطق الراجل الغلبان اللي قدامك وما تسيبش الاجابات كده. يعني المصور مثلا استخدم 3 بوينت اوف لايتنج، 3 مصادر اضاءه بزوايا فلانيه باماكن فلانيه، هو استخدمهم ليه؟ لازم تعرف، لان كل حاجه ليها حكمه، وكل حاجه وكل سبب وكل غرض احتاجه المصور هو ده اللي بيحدد جمال الصوره. وهل تماشى مع الفكره ولا لا؟ ما ممكن تعمل اضاءه حلوه جدا بس لا تتماشى مع الفكره اللي انت شغال عليها نهائي، فيصبح الصوره فيها خلل، منين بيودي على فين. ونفس الكلام تعمله مع التكوين، اشمعنى التكوين ده بالذات اللي اختاره المصور؟ طب ليه ضاف الجزء الفلاني او العنصر الفلاني؟ كل ده هيحدد مدى جمال الصوره. وطبعا في جزء التكوين مش بس عناصر، التكوين ليه علاقه بالزاويه وليه علاقه بالالوان، التكوين اللوني بتاع الصوره وليه استخدم ميكس الالوان ده، ليه استخدم مثلا الاخضر مع الاصفر مع مش عارف ايه. فكل ده لازم تعرفه علشان كل ده هو اللي بيخرج في الاخر المنظومه المتكامله اللي بتخليك تقول على الصوره دي جميله واللي بيخليك تعجب بالصوره. وساعتها بس هتبقى استفدت فعلا من الصوره وعملت تغذيه بصريه صح. وطبعا انا بخبرتي البسيطه اقدر اقول لك ان بيدور في دماغك دلوقتي سؤال مهم جدا، هو احنا يا عم عشان نعمل تغذيه بصريه في كل صوره نقعد نجيب ورقه وقلم بقى وبتاع ونقعد نكتب واضاءه وفكره وتكوين؟ والله يا عم ابو زيد انت بتقول اي كلام، ويا تقول الكلام في محله ويا تقول حله يا حله. هقول لك يا عزيزي الفنان المصور الغالي على قلبي، عشان انت من عيله ابو زيد، الموضوع مش زي ما انت متخيل. الموضوع ده هيبقى في الاول بس لانك لسه بادئ تتعلم التكنيك ده، فبالتالي ممكن ياخد معاك وقت طويل قوي في الاول، وممكن تحس كمان ان هو صعب شويتين، بس بعد شويه كده هتبقى اصلا بتعمل الكلام ده بعينيك من قبل حتى ما تجيب ورقه وقلم ومن قبل ما تجيب كوبايه العصير. بفضل الله حاليا انا وكتير غيري من زمايلي المصورين المحترفين بنبص بس للصوره نعرف كل الاجابات بتاعت الاسئله دي، بس لازم تاسس نفسك صح. وعايز اقول لك ويمكن الاجابه دي صادمه جدا بالنسبه لك،
هي ان كل الحاجات دي انت هتنساها، وحاسس ان انت هتقوم تشتمني دلوقتي. عايز اقول لك استنى بس، استنى قبل ما تشتم وتغلط، ويعني الشتيمه حرام برضه. انت عمرك ما هتنساها بشكل كلي. سيكولوجيا وعلميا بيقولوا ان انت ممكن تنسى حاجه فعلا في عقلك الواعي، لكن عقلك اللاواعي عمره ما بينسى حاجات شبه كده، فبيفضل مخزنها علشان يستخدمها في الوقت المناسب بدون ما تشعر. وهو المطلوب عزيزي المصور الفنان الجميل، ان انت تنفذ الحاجات دي تلقائيا بدون ما انت ناوي ومخطط ان انت تستخدمها، عشان تبقى فعلا مصور محترف. وبس كده، الى لقاء جديد مع ابو زيد.